دي تقريبا اكتر وسيله خلتني مش مضطر اغسل القلايه بعد كل اكله. القطعه اللي انت شايفها قدامك على قد ما هي اهيف منها مفيش الا انها هتوفر لك وقت وفلوس كتير، وعشان كده لما تيجي تشتري قلايه يا ريت تتاكد ان الشبكه بتاعتها بالطراز الجديد، ولان هي لسه حاجه مستجده في القلايات، وبرغم انها كانت تبدو حاجه بسيطه لكن في الحقيقه مهمه وحلوه ومفيده. وده لان القطعه دي بوجودها في المكان ده بيخلي فيه ارتفاع بين الشبكه وبين ارضيه القلايه، وده معناه ان دوره الهواء السخن اللي بتحركها المروحه الداخليه هتتوزع من تحت كمان. يعني الفراخ اللي بتاخد منك وقت من 40 ل 50 دقيقه هتلاقيها استوت معاك في 25 او 30 دقيقه حد اقصى. وكمان وفر معانا التقليب الكتير وما احتجتش اني اقلب لان التسويه واصله ليها من تحت وفوق، وده هيفتح المجال انك تسوي فيه بعض المعجنات كمان اللي كانت ما تنفعش تتعمل في القلايه. وكذلك الحال لو حبينا نسوي لحوم فيها زي الستيك او الريش الكندوز او الضاني هتكون مناسبه لكده، وده لان زي ما سبق وقلت التسويه متوزعه من تحت ومن فوق. وحاول بين الاكله والتانيه انك تزود في الاهتمام بصحتك، وده من خلال محاوله التقليل من تنظيف القلايه، وده عن طريق تقليل احتكاك الدهون مع القلايه، وده هيقلل من تكرار الغسل مره بعد مره. وممكن تخفف ضغط الغسيل والتكرار باستخدام بعض المنتجات زي ورقه زبده صحيه او ورقه زبده مخصصه للقلايات او حتى قوالب مجهزه سواء مدوره او مربعه، واللي بالمناسبه بقت متواجده في الاسواق وهي كمان امنه وصحيه في الاستخدام. كمان هتحافظ لك على الصوص اللي بينزل من بعض الاكلات واللي بنكون عايزين نحتفظ بيها لكن بتنشف مننا اثناء التسويه زي السجق او الصدق لو كنت اسكندراني، او انك تعتبرها طاسه تسوي فيها الشاورما وبرضه محافظه لك على ان هي تفضل معاك طريه وما خلتهاش ناشفه زي كتير من تجاربنا السابقه. ولو تسمحوا لي كمان نضيف معلومه فيما يخص القلايه. علاقه القلايه بمسحوق الغسيل علاقه معقده وفيها لفه، لكن هحاول الخصها لك في كام جمله، وده لان اكتر من دكتور نصحني وحذرني من كتر استخدام مسحوق التنظيف في القلايه، ولما سالت عن الاسباب كانت الاجابه هي تراكم المواد الكيميائيه نتيجه استخدام المسحوق، وكمان ضيف عليها اهمالنا في شطفها كويس، ولو ركزنا هنلاقي فقاقيع بلون ابيض كانه ملزوق على الشبكه. وفي حقيقه الامر الفقاقيع دي ما هي الا بواقي من مسحوق الغسيل احيانا ما بناخدش بالنا منها واحنا بننظف القلايه، ومع الوقت الكلام ده هيضر بصحتنا اللي احنا جايبين القلايه كجزء من الحفاظ على صحتنا. وعشان تقلل من مساحيق التنظيف عليك وعلى اللي قلته لك في نص الفيديو، وبما اننا جبنا سيره التنظيف فبلاش تستعمل سلك المواعين او اسفنجه خشنه في تنظيف القلايه، لانها وبمرور الوقت مهما كانت الماركه نظيفه وكويسه وغاليه وثمنه منه فيه الا ان باللي بتعمله هتبقى بتجيب اجله على السريع. وبالمناسبه دي قلايه تاتش الزنوكي سهله الاستخدام وبتلبي لك كل الاحتياجات، واللي بالتاكيد كانت منها كل المميزات اللي احنا بنرغي فيها من اول الفيديو. واعتذارا مني على الرغي فده كود خصم 5% على اي منتج من منتجات تاتش الزنوكي فقط لما تشتريهم من خلال موقعهم الرسمي، وده من خلال الكود اللي ظاهر قدامك واللي بالتاكيد هسيبه لك كالعاده في التعليقات مع موقعهم الرسمي. وفي النهايه لو تسمحوا لي ان الدقيقه الاخيره تكون ما بيني وبين محبين. في حقيقه الامر عايز اقول لكم شكرا على كل الدعم اللي انتوا قدمتوها لي خلال الفتره اللي فاتت، ولو لاحظتوا ان في زياده في التفاعل بسم الله ما شاء الله فده لان كل مره بكرر واقول لكم ان في كتير من الساده المشاهدين والمستمعين في كل مكان بيتفرجوا على الفيديو وبيعجبهم المحتوى لكن بينسوا يحطوا اللايك بتاعهم. لذلك حفاظا على وقتكم ما حبيتش ان انا اصدعكم بالكلام ده في بدايه الفيديو عشان الناس تاخد المفيد، لان بالتاكيد اللي هيحط لايك او هيعمل فولو او حتى هيعمل شير في اي مكان فهيعمله حبا فيا مش اجبار. واوعى بعد كل الكلام ده كله تنسى تصلي على الحبيب المختار وتدعي لامي والامواتنا بالرحمه، واوعى برضه بعد ما انا فكرتك من شويه تنسى تكون عملت اللايك. وبالمناسبه حابب اضيف ان وانت بتشتري الاكسسوارات دي في بعض الاماكن اللي بتبيع اكسسوارات تانية ممكن تخليك تستخدم في القلايه بتاعتك نفس الارتفاع اللي موجود هنا. بس ربنا يوسع رزق الجميع اللهم امين يا رب العالمين، ويعمر بيوتكم ويكرم الجميع باللي نفسه فيه.